السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبي اللي متابعيني في أكلات مينو. في الأول حابة أقول لكم جميعا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان. تاني حاجة النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة الجميلة اللي احنا شايفينها ديت. ناس كتيرة اشتكت لي إن الكنافة بتنشف منها. النهاردة إن شاء الله هقول لكم على 3 تكات إن شاء الله تظبط معاك وتطلع طرية وجميلة زي ما احنا شايفينها كده وأحسن كمان إن شاء الله. بس في الأول بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هنبدا نجهز مع بعض الشربات. عندي هنا كوبايتين ونص من السكر على كوبايتين ونص من الميه. هرفعهم عندي على النار واقلب السكر وهعصر عليهم نص ليمونه واسيبهم عندي على النار من 8 ل 10 دقايق. عايزه القوام بتاعي الشربات يكون متوسط. طبعا اللي مستكتر كوبايتين ونص من السكر ممكن نخليهم كوبايتين، لكن انا شايفه كوبايتين ونص بيطلع معاكي طعم الكنافه مظبوط. معايا نص كيلو من الكنافه طلعتها من الفريزر، وزي ما احنا شايفين كده فرفتها معايا بس مخليهاش بودرة. واحط عليها 3 معالق كبار من السكر البودر. طبعا ما ينفعش سكر حبيبات، لازم بودر. وهقلب عندي الكنافة في السكر البودر كويس جدا، اخلي كل الكنافة عندي تشرب من السكر البودر. وطبعا السكر البودر هنا بيخلي عندي الكنافة بعد ما تستوي تكون متماسكة ما تكونش مفتفتة في ايديا. قلبتها كويس زي ما احنا شايفين كده، وهجيب معايا كوباية من السمنة سيحتها. طبعا الكوباية مش كتير لان احنا عارفين الكنافة بتحب السمنة عشان تطلع معاكي طرية وحلوة. زي ما احنا شايفين كده كان عندي هنا لون بودر قلبته عندي على السمنة عشان اخلي عندي الكنافة لونها برتقاني. طبعا عايزة اقولكم لون البودر ده مش احسن حاجة، يعني لو جل يبقى احسن بكتير قوي. هقلب معايا السمنة على الكنافة زي ما احنا شايفين كده عشان اشربها كلها من اللون ومن السمنة عشان تطلع معايا الكنافة ان شاء الله طرية. هتأكد ان انا وزعت عندي السمنة كويس على الكنافة زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. وطبعا السمنة لما تكون مظبوطة عندي على الكنافة، الكنافة بتطلع طرية وجميلة وتكون ان شاء الله مظبوطة معاكي زي ما احنا شايفين شكلها كده كلها شاربة من السمنة بتاعتي. هنا عندي الشربات على النار، هيقعد معايا من 7 ل8 دقايق او 10 دقايق بالكتير عشان اخد معايا القوام المتوسط. هحط هنا حبة من السمنة في الصينية بتاعتي واكون كريمة في السمنة علشان لما اقلب معايا الكنافة الاقي لونها من تحت كده مظبوط معايا. وهبدأ اوزع معايا الكنافة زي ما احنا شايفين كده. طبعا ضروري ان انا مخليش حتة عالية وحتة واطية، يعني احاول اخلي السمك بتاع الصينية كله عندي متوسط. زي ما احنا شايفين انا النهاردة ان شاء الله هعملها سادة. لو انت حابة تحطي حشو مفيش طبعا اي مشكلة. قبل كده عملناها مع بعض كذا مرة بحشوات مختلفة. بس النهاردة انا جاية بس عشان اتكلم على التريكات اللي هتخلي معاكي الكنافة تطلع ان شاء الله مظبوطة وتطلع معاكي مش ناشفة. انا هنا كبست الكنافة زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ ان انا اجيب معايا بقية السمنة. انا كنت حاطة نص السمنة على الكنافة، النص التاني هبدأ احطه عندي على وش الصينية من فوق. اول تريكايه بقى هنا عشان تطلع معايا الصينيه مظبوطه، في المرحله ديت هبدا ان انا اغطي معايا الصينيه واسيبها ربع ساعه قبل ما ادخلها الفرن علشان تتشرب من السمنه اللي انا حاططها برضو على وش الصينيه وتطلع معايا الكنافه ان شاء الله طريه. فهغطيها بكيس او اغطيها باي غطا كده صينيه ولا اي حاجه واسيبها ربع ساعه. وبعد كده هدخلها معايا الفرن، هتاخد معايا اللون المطلوب. طبعا هسيبها لغايه لما الوش عندي يتحمر. اول ما الوش يتحمر هبدأ ان انا اسقيها الشربات. هنا بقى التركة التانية، الشربات عندي يبقى مش بارد، الشربات عندي زي دمع العين بالظبط دافي على خفيف جدا 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 علشان تطلع معاكي طرية. لان لو هي سخنة والشربات ساقع فهتطلع معاكي قوام متوسط، لكن انا عايزاها طرية معايا. فهبدأ ان انا ادفي معايا الشربات اخليه زي دمع العين بالظبط وهبدأ ان انا اسقيه. وضروري جدا ان انا اوزعه كويس. ودي تاني تركاية معايا. التركاية التالتة بقى والمهمة، ان انا كل دوت اول ما تخرج الصينية من الفرن بعد ما اسقيها الشربات على طول هبدأ ان انا اغطي معايا الصينية. ودي اهم حاجة عندي، ضروري ضروري والصينية عندي سخنة ان انا اغطيها معايا باي غطا. زي ما احنا شايفين كده دي اهم حاجة عندي. هسيبها في حدود دقيقتين 3، وبعد كده هروح اقلب معايا الصينية على الناحية التانية علشان الشربات عندي يتوزع كويس على الصينية بتاعتي. يبقى كان اهم حاجة عندي 3 تريكات. اول حاجة ان انا قبل ما ادخل الصينية عندي الفرن هسيبها معايا ربع ساعة اكون مغطياها، وبعد كده ادخلها الفرن ولازم الفرن عندي يكون شغال قبلها ب10 دقايق. وتاني تريكاية ان يبقى الشربات عندي زي دمع العين دافي زي دمع العين بالظبط. وتالت تريكاية
ان انا لازم اغطيها اول ما اسقيها الشربات وهي لسه سخنه وخارجه. ده شكلها معايا بسم الله ما شاء الله. ده طبعا شكلها من جوه. عايزه اقول لكم قد ايه هي جميله معايا. عايزه اقول لكم قوامها وشرباتها وطعمها بسم الله ما شاء الله. طبعا اللون بتاعها احسن من اللون اللي الكاميرا مطلعاه بكتير جدا جدا. طالعه عندي على برتقاني زي النابلسيه بالظبط. هستنى تجربوها على طريقتي. وطبعا ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس علشان يصلكوا كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.